طب وانتوا مشيتوه من الاول ليه اصلا؟ اول قرار من اداره الاهلي بعد سوء النتائج في الفتره الاخيره في الماتشات يا جماعه. مبدئيا كده يا جماعه، كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي عملوا اجتماع طارئ دلوقتي حالا، وجابوا فيه كابتن عماد النحاس بعد رحيله عن الزوراء العراقي، وقال له كده بالحرف: بص يا كابتن عماد، احنا بنعتذر لك جدا 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 عن الطريقه اللي احنا مشيناك بيها، وبجد بجد احنا يعني زعلانين انك مشيت من الفريق، فاحنا بنستأذنك. يعني هل من الممكن ان انت ترجع تمسك تاني مدرب مساعد مع ييس تورب المدير الفني الحالي في يعني مؤقتا، بس عشان يعني نسند الفريق في الماتشات اللي جايه لحين رحيل مدرب الاهلي ييس تورب، وهتكون انت رقم واحد مكانه. رد عماد النحاس يا جماعه بجد والله العظيم رد جميل جدا جدا جدا، وقال لهم: انا تحت امر النادي الاهلي في اي حاجه، وتحت امركم في اي وقت، وانتوا اللي انتوا عايزينه انا يعني موجود في اي مكان وفي اي وقت، حتى لو عايزيني انزل امسك في الناشئين. بجد بجد كابتن عماد النحاس محترم جدا جدا جدا. ويا كابتن خطيب، لو كنت كملت بكابتن عماد النحاس في كاس العالم للانديه كان زماننا على الاقل عاملين ماتشات قويه جدا، وتاهلنا من المجموعه اللي احنا فيها، بدل اللي انت جبته وبدل اللي انت مقعده دلوقتي اللي هو يس خرب رسميا يا جماعه. عوده عماد النحاس ل الاداره الفنيه للنادي الاهلي والجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، ورسميا يا جماعه عماد النحاس هيكون المدرب المساعد رقم واحد، وعادل مصطفى المدرب المساعد رقم اتنين. يا جماعه كل الناس اللي في الكومنتات يا جماعه، هل عماد النحاس هيستمر ويكون المدرب الاول والمدرب هيمشي، ولا عماد النحاس المدرب هيطفشه والمدرب هيفضل هو اللي موجود؟